عمرك فكرت إن الحب ممكن يكمل لبعد ال70؟ القصة دي هتخليك تصدق إن مفيش مستحيل. هنكمل حكاية الحب في زمن الكوليرا لجابريل جارسيا ماركيز، وهتلاقوا لينك الحلقة الأولى في الديسكريبشن تحت. نجيب الكرسي بقى. احنا وصلنا لما فلورنتينو شاف فيرمينا بعد 3 سنين من جوازها، وكان بيعشقها وافتكر انه نسيها. شافها خارجة من الكنيسة واكتشف انه منسيش حاجة. ساعتها قرر قرار مهم. لا، ما قررش يروح الجيم وينساها، ما هو قعد 3 سنين ومش عارف ينساها. قرر انه يبقى غني. فكر ان جوزها هيموت في يوم من الايام اكيد، وهترجع له ولازم يستحقها ماديا واجتماعيا. راح لعمه اللي كان عنده مؤسسة بحرية، وابتدى يشتغل عنده من تحت قوي. كان بيلم زبالة المية، بس كان مصر يترقى. وعمه كان بيعلمه اسرار التجارة، وجنب شغله كان بينزل السوق يشتغل كاتب للرسائل الغرامية للي مش عارفين يكتبوا مشاعرهم. وده كأنه بيكتب لها جواب، بيفرغ طاقة حب. من المواقف المضحكة إن جات له بنت عشان يكتب لها جواب. رد على الجواب اللي هو بيقراه، اكتشف إن هو اللي كاتبه لولد، فبقى بيكتب لده وبيكتب لدي لحد ما اتجوزوا. واكتشفوا إن هو اللي كان بيكتب لهم الجوابات، وراحوا له عشان يبقى عراب ابنهم الأولاني. بنقرأ عن مغامرات فلورنتينو المادي والجسدي خلال فترة شغله، مسكن لحب العذر اللي ما بينساهوش، اللي هو أنا مش عارف أنسى فيرمينيا، ممكن تقومي ترقصي لي شوية؟ وفي يوم قابل خوفينال، زوج حبيبته، واللي كان جاي علشان خاطر يقابل مديره. قعدوا يتكلموا في انتظار ان المدير يجي، واكتشف قد ايه هما الاتنين شبه بعض في حاجة واحدة، بيعشقوا نفس البنت، وان حياته مش هتبقى احسن غير بموته فعلا اللي استنى عليه 27 سنة. غرق فلورنتينو في مغامراته عشان يسكن حبه لفيرمينيا، في نفس الوقت اللي هي بتسمع اسم فلورنتينو في مجتمعها. وده كوارث شرعي لشغل المؤسسة البحرية. افتكرته، وافتكرت ليه هي قطعت علاقتها بيه، وقارنت بين جوزها والاكس بتاعها. الاكس كان مليان حب، بس كان زي الطيف ملوش وجود. كانت علاقة جوابات لو فاكرين. فلو قارنت بين رسايله اللي مليانة شغف وحب ورسائل خوفينال المتحفظة اللي كان بيبعتها عشان يعبر عن حبه ليها، فلورنتينو يكسب طبعا. لكن فلورنتينو قدم لها نوع واحد من انواع الحب، بس خوفينال قدم لها الامان والاستقرار والثروة والاسم، نوع من افضل انواع الحب. فعلا اتنين ملهمش امان، الفرامل والبتنجان. بتفتكر انها في الاول ما كانتش قابله جوزها، ومضطره كواحده من عامه الشعب انها من الاول تتعلم الاتيكيت، وكمان تتعلم العزف وطريقه الكلام عشان ترضي حماتها اللي كان اهم واجباتها الصباحيه انها تاكلهم بتنجان، اللي كانت بتكرهه لو فاكرين في الحلقه اللي فاتت. لو مش فاكرين او ما اتفرجتوش على الحلقه اللي فاتت هتلاقوا اللينك في الديسكريبشن تحت. المهم انها لازم تتعلم كل الاتيكيت وتتقبله، وده عشان تعرف تدخل العالم الاجتماعي اللي بقت جزء منه. ومع احساسها بالملل من حياتها الزوجيه، قعدت مع جوزها تساله فين الحب اللي كان موجود في شهر العسل في اوروبا، وقرروا يدوروا عليه سوا. يا ترى هل هيفضلوا مع بعض؟ تعالوا نشوف القصة وهي بتتصاعد. الاتنين خدوا أول مركب على أوروبا مع ابنهم، وشاف خوفينال فلورنتينو على الشط وسلم عليه ورد لهم التحية. أما هي فكأنها ما تعرفوش، وسافروا علشان يعيدوا بنى حبهم من تاني. وفلورنتينو غاص في غرامياته وحبه، وماتت والدته ووصل لسن ال40. وفيرمينا رجعت لبيت جديد بعد وفاة حماتها مع راجل بتحبه من أول وجديد، بس مش أكتر من ابن بيدرس الطب وبنت بتشبهها. وجوزها راضي بالجزء ده من الحب، وهي حتى البتنجان بقت بتاكله عادي. نجيب الكرسي. وسط الاختلاف اللي كان بينهم، هم لقوا طريقة يحبوا بيها بعض. وكانت بتسمع عن نجاحات فلورنتينو وكانت بتفرح، مش عشان بتحبه، لأ، علشان خلاص ما بقتش شايلة ذنب من ناحيته. وبعد مرور 30 سنة على جوازهم، نقدر نقول إنهم بقوا نصين بيكملوا بعض. وعلى الناحية التانية فلورنتينو شافها في مناسبات عامة كتير طول الوقت، كان بيراقب تغيراتها بصمت، وهو ما بيصدق تعدي جنبه يشم ريحتها لثواني. ولما كان بيقابلها هي وجوزها في المناسبات،
بيسلم على جوزها وبتسلم عليه بس ولا كأنه موجود. وفجأة تعالى ما تخافش، ده في مشكلة حصلت. فيرمينيا اختفت من البلد خالص. قعد يدور ويلف ويسأل وهيتجنن، وكل اللي قدر يعرفه ان هي كانت تعبانة وسافرت لمستشفى عشان تتعالج. حاول يوصل لمعلومات حقيقية، اماكن، اسم المرض، لكن ما عرفش حاجة. واستنى رجوعها سنتين. يا ترى سافرت فعلا علشان تعبانة؟ على فكرة ما كانش ده السبب الحقيقي. الحقيقة انها سافرت لقريبتها بعد ما اكتشفت خيانة جوزها ليها مع بنت اسمها باربرا لينش. اوبا. المشكلة انه اعترف لها بعد ما واجهته انها حاسة بده وقطع علاقته بعشيقته، لكن هي كانت بتتمنى انه ما يعترفش. تخون عادي، لكن تعترف انك خنتني مش هسامحك. عشان كده اتفقوا قبل ما يقرروا الانفصال تروح تقعد عند قريبتها تفكر. ومرت وهي مسافرة على جثث مصابة بالكوليرا لحد ما وصلت لبيت قريبتها. عشان كده ما كانش فيه دليل هي رايحة فين، عشان اسم العيلة والفضايح يعني. وده اللي خلى فلورنتينو ما يعرفش حاجة، والصراحة جوزها كان حاسس بالذنب. سنتين بيراسل قريبتها من غير ما هي تعرف، لحد ما سمع ان عندها حنين للبيت، فراح من غير ما يقول لحد انه رايح عندها وصالحها. وزي اي كلاون رجعت له. وفي يوم فلورنتينو بيتفرج على فيلم في افتتاح السينما، سمع همس صوت هو عارفه كويس، صوتها، وعرف انها رجعت. واكتشف انه عمره ما كان قريب منها بالشكل ده لمدة كبيرة كده. نسي الفيلم وشم ريحتها. ولما خلص الفيلم لف كأنه بيعدل هدومه عشان يسلم على جوزها ويحييها. وشافها بعد ما وحشته سنتين، وعدت الأيام والسنين وهو خايف إن الموت يقضي عليه أو عليها. لكن جه الخبر اللي مستنيه، لكنه ما حسش بالانتصار، حس بالرعب. وتصرفه قدامها في الوقت الحرج ده وإنه يعترف لها بحبه يوم جنازة جوزها كان بسبب إنه خايف إن خلاص ما تبقاش ليهم وقت. وبترجع الأحداث للحظة دي أسبوعين كاملين قاعد بيفكر فيها بعد اللي حصل. هو إيه اللي حصل؟ ارجع للحلقة اللي فاتت لحد ما لقى إن جات له رسالة وهو عارف الخط كويس قوي، وانتظر الرسالة دي منها أكتر من 50 سنة. الرسالة اللي هي بعتاها وهي متأكدة إن عمر ما هيشوفها رسالة حب، لأنها كتبت فيها إهانات ليه ولتصرفه. طلعت غضب أسبوعين كاملين، أسبوعين وهي حاسة إحساس المبتور رجله، حاسه بوجود العضو المبتور لكنه اختفى من الحياه، غضبانه من ان جوزها خلاص سابها لوحدها، وبتبكيه في كل حاجه حواليها بتفكرها بيه، لدرجه انها قررت تتخلص من كل اللي بيفكرها بيه. ادت الكتب لابنها وباعت العفش وحرقت الهدوم، لكنه لسه موجود. واخيرا بدات تهدى مع مرور الايام وتفتكر شبح الانسان الحقود اللي هاجم قدسيه موت جوزها. اكيد هو عمل ده انتقاما منها عشان سابته، وعشان كده كتبت له الجواب الغاضب ده. وفي نفس الاسبوعين البي بقى كان بيدور على عشيقه من عشيقاته يترمي في حضنها ويقعد يعيط. مثال واضح للفرق بين الراجل والست وقت الحزن. قرا الرساله وفكر كويس قوي ازاي يرد. خد آلة كاتبة من الشغل وقرر يكتب لها رسالة. قعد أكتر من أسبوعين يكتب في 6 صفحات بعتهم بالبريد ليها، بس المرة دي ما كتبش رسالة حب، كتب رسالة عقل. ما تكلمش في الماضي، اتكلم في الحياة عادي. وبعت رسالة والتانية والتالتة، وبعت رسالة كل يوم من غير ما يستنى رد. بعت في 6 شهور رسايل كل يوم وملقاش رد، فقرر انه يروح ذكرى وفاة خوفينال حتى لو هو مش ماتعه. وشافته، ربنا يستر، يا ترى هتعمل ايه؟ وسلمت عليه وشكرته على هي قرت الرسائل وشافت فيها التغيير في طريقته، لانها لقيته بيقول في جواباته الاسئله والافكار اللي في دماغها. فقرر يجرب يروح عشان يقابلها ووافقت تقابله. وقعدوا يتكلموا واتكررت الزيارة كل يوم 3 الساعة 5 للكلام بس، ولو حاول يتكلم عن الماضي بتوقفوا عن الكلام. بدأ التلات يبقى فيه نظام عائلي، فاشترك ابنها في قعداتهم وقعد معاه في مرة لوحدهم، وعرف منه ان فيرمينيا قالت له انهم اصحاب طفولة. لكن رجله بتتكسر وبيضطر فلورنتينو يقعد في البيت، ورجع يبعت رسائل مرة تانية. وكان لما بيبعت رسالة فيها شوية طش شباب كده كان بيلاقي ان الرسالة بترجع له ومعاها رسالة مكتوب فيها بلاش لعب عيال. بس ابتدت توحشها قعدات التلات معاه، وحست بالفراغ اللي اتوجد بسبب اختفائه. كمان حصل هجوم من الصحف الصفراء على ذكرى جوزها الراحل وعليها، خلاها حزينة. فبيقترح فلورنتينو انها تسافر في رحلة نيلية على اكبر سفينة وافخمهم عنده لما بس رجله تخف، عشان تحصل اللحظة اللي هتغير كل حاجة. فلورنتينو وفيرمينا اخيرا بيواجهوا مشاعرهم بعد 50 سنة، والأول مرة
تشوفه كحبيب وتبوسه في ليلة من ليالي المركب، وأخيرا جمعهم سرير واحد، وده وهم في السبعينات من عمرهم، ووصلوا لآخر الرحلة حبايب. لكنها اكتشفت إن رحلة الرجوع فيها ناس تعرفهم. أنا مش مرتاح في الكرسي، شيلوه. خافت على سمعتها، لكن فلورنتينو لقى حل، رفع الراية الصفراء على المركب، وده معناه وجود حالة كوليرا على سفينته، لأن الكوليرا لسه متفشية، وبكده ينقل الركاب لسفن تانية ويرجعوا هما الاتنين مع القبطان لوحدهم، وبيقضوا وقت سعيد، وبيكتشفوا قد إيه بيحبوا بعض، وإن الحياة ليها لون حتى بسنهم ده، وإن الحب إننا نتحب ونحب في أي مكان وفي أي وقت، وإن الحب له جمال قبل الموت. وصحيت في يوم حزينة بتقول إن اللي جاي هو موت بالنسبة لها، وفهم فلورنتينو قصدها، خلاص هيوصلوا للبر ومش هيعرفوا يعيشوا تاني. الحياة بالنسبة لهم هي العيشة السعيدة اللي عاشوها على المركب، لكن بتحصل مصيبة وقفتهم مركب صحة، وطلبت إن هي تشوف وتكشف على المصابين بالكوليرا على المركب بتاعتهم. مصيبة تهدد حياتهم وسمعتهم لو اتعرف ان هم بيكذبوا. بيعملوا ايه في المركب وهم لوحدهم ما عندهمش كوليرا؟ اكيد يعني ما بيلعبوش دومنة. ساعتها طلب فلورنتينو من القبطان انه يلف ويرجع بيهم تاني. سأل القبطان ولحد امتى هنفضل رايحين جايين؟ قال له وهو بيبص لها للأبد. جابرييل جارسيا ماركيز بينقد وبيرصد الشكل الاجتماعي والسياسي لكولومبيا، لكنه ورا الرصد ده بيطرح سؤال كبير عن الحب، وجهات نظر الحب من كل النواحي. لخصتها واحدة من العشقات إن الحب من الوسط لتحت هو الحب الجسدي، ومن الوسط لفوق هو الحب النفسي. لخصتها حبيبته في إننا نتحب في أي وقت وأي مكان. لخصوا الزوج في إنه الاستقرار والسعادة. وجهات نظر للحب في كل ناحية. خد يا عم وجهة النظر اللي تناسبك وغني بيها. والكوليرا مش هي بس المرض الجسدي، الكوليرا هي نظرة المجتمع لنوع من الحب أو شكل أو ثقافة بتحاربه. المرض اللي بيصيب الحب بالهزال والضعف وبيجبره يتخفى أو يموت من المرض. لكن لو نفد منه وقدر ينتصر عليه هيكتسب مناعة تخليه يلاقي مهرب يعلن فيه عن نفسه. ومش هنا الكلام عن حب جسدي أو روحي بس، عن حب بيجمع كل الصفات دي أو بياخد صفة منهم. أنا بحبكم. بعد كل اللي عدى ده إيه رأيكم؟ هل فعلا الحب بيعيش للأبد؟ حاولوا تقروها، ولو ما عرفتوش اديكوا خدتوا مختصر مفيد عنها، يمكن يساعدكم الفيديو ده في يوم من الايام انكم تقروها. واشوفكم قريب بالمختصر المفيد مع أسامة مع احمد حسن.